ديسمبر فريق غالبا ما ينهي الموسم ببطولة ويبدأ الموسم ببطولة، وهنا الترجي يبدأ هذا اللقاء بتسديدة، لكن التصدي من عباس حسن حارس مرمى المنتخب اللبناني السابق اللي كان عنده تجربة في النرويج، ثالث موسم مع الفريق. الكرة بيستعيدها في وسط ملعب المباراة فريق الترجي، الكرة بتلقى للأمام، محاولة انطلاقة، الكرة خطيرة، الكرة بتأتي للعارضة، فكرتها حلوة من الخنيسي، لكن الكرة مرت إلى ركلة مرمى عند الحارس عباس حسن في محاولة كانت لمصلحة الترجي للوصول إلى مرمى الحارس عباس حسن حارس مرمى فريق الترجي، لكن رغبة الترجي أكبر. يا سلام، أنيس البدري مر تقدم في هذه الكرة، أنيس يحاول، أنيس مر، أنيس الله، كرة البدري مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى النجمة في محاولة في لقطة فنية من جانب البدري، مر من لاعبان كرة، لكن مرت الكرة إلى خارج أرضية الملعب. ثاني وصول، ثاني تهديد، ثاني محاولة، الترجي يقترب ولا زال يلعب في بطولة الدوري اللبناني مع نادي الشباب الساحل. هذه كرة يستعيدها من هناك خليل شمام، كرة لمصلحة الترجي، الترجي أيضا يمتلك من الأسماء. هذه كرة ومحاولة خطيرة لخناسي، ترجي لخنيسي 1-0 يعطي الأسبقية للترجي هنا في رادس. لخنيسي أفضل مهاجمين ترجي في ال10 سنوات الأخيرة، يعطي الأسبقية لمصلحة غول إفريقيا، لمصلحة المكشخة بكرة ما كان فيها تسلل، فيها متاع قصير، كرة وصلت من هناك، أنيس البدري يلعب لها كرة عالية راسية، الكرة مرت، كرة لخنيسي مرت بجانب القائم الأيسر، المطالبة بركنية، الكرة في النهاية تحولت إلى ركلة مرمى لمصلحة فريق النجمة الذي يعاني في شوط المباراة الأول من دون أي محاولة على المرمى أمام فريق الترجي، أمام هذه الجماهير. هذه كرة، شوف الأخطاء، المحاولة للترجي، الكرة شالها بشكل رائع إدريس أنيانك، شمس الدين الذوادي، بلال بن ساحة. هذه محاولة للترجي، شوف أخطاء فردية من جانب اللاعبين، نجمة صفرة وخطأ من خارج منطقة الجزاء في كرة خطيرة لمصلحة الترجي، لو استغلها قادر على أن يسجل هدف ثاني من 5 لاعبين. بن رمضان في كرة قريبة جدا على مرمى النجمة، بن رمضان يحاول، بن رمضان، الله، برافو حارس المرمى بشكل رائع عباس حسن، بيد واحدة يبعد هذه الكرة، وبالتالي الكرة كانت في طريق المرمى، انقاذ بشكل قادم من صحم العماني. كرة للأمام يحاول في الله، خطيرة، حدث ما لا يتمناه مدرب النجمة وجمهور النجمة وكل عاشق للنجمة عباس حسن. ب11 لاعب النجمة غير قادر على إيقاف الترجي، ب10 لاعبين ماذا سيفعل فريق النجمة أمام غول إفريقيا، أمام الترجي الأفضل منذ بداية المباراة. شوف التحرك والمتابعة، أحمد تكتوك يدخل في هذه اللحظات مكان عباس حسن فيما يغادر أرضية الملعب بيبدو لي بداية المباراة. هذه كرة ومحالة، فرصة الهدف الثاني، كرة في مواجهة المرمى، الله 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 الله، حرام، كنا نتمنى أن الله على كرة، لكن تسلل موجود، لا وجود لوضعية تسلل في الإعادة. واضح بأنه عبد الرؤوف بن غيث لم يكن متسللا في اللقطة السابقة، سجل هدف جميل لكنه يلغى في رادس. كرة من هناك إلى سامح الدربالي، ومن لا يتمنى أن لا يسجل في الترجي. هذه كرة أنيس عرضية، الكرة في أمام المرمى خطيرة، الكرة الهوني سدد كرة شالها حارس الهوني، يهدي اللاعب يعيدها إلى كوامي بونسو، كرة ترجية، محاولة للأمام خطيرة، هذه كرة تمريرة، الكرة طه الله، حلوة، جول، هو مرة أخرى طه ياسين لخنيسي قوية حتى لا تعود من مرمى النجمة، يؤكد على أحقية الترجي بهدف ثاني والتأهل إلى دور 16 من بطولة الأندية العربية. قوية هذه القذيفة، طه ياسين لخنيسي في الدقيقة 80 يسجل هدف من أجمل ما يكون، من أروع ما يكون. هذه ممكن فيها تسلل، لكن في النهاية يكملها في المرمى. هدف تونس الوحيد الذي سيكون موجود في دور 16 الفرق التونسية. خطيرة هذه الكرة، فرصة
فرصة الثالث أنيس البدري أضاع فرصة الهدف الثالث.